اهلا بيكم فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. طبعا زي ما انتم شايفين النهارده الريفيو على سكاندال من جان بول جوتيه. طبعا السكاندال واخده يعني حديث الصباح والمساء في الفتره الاخيره. نزلت منها اصدارات كتيره، السو سكاندال وسكاندال باي نايت وسكاندال العاديه، ولكن انا حبيت سكاندال جولد. الجولد حسيتها ان هي نوتة الاخشاب عاملة، يعني في تعادل بينها وبين العسل اللي فيها. هي فعلا فيها نوتة العسل طاغية شوية، يعني انا بشبهها شوية قريبة من مسيرة روز فانيليا في نسبة الشجري اللي فيها. بس هنا المعادلة فيها توازن شوية عشان خاطر الأخشاب مدية توازن لحجم الشجري اللي فيها يا جماعة. طبعا أنا في الفترة الأخيرة بشوف إن الكل بيرشح الاسكندال لأي عروسة. طبعا انتوا شايفين الجامبو الجوتيه زي ما أنا بقول لكم، دايما 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 يحب يعمل لنا كده في الإزازة شكل للفت الانتباه. طبعا انتوا فاكرين حركة مارلين مونرو ملكة الإغراء الشهيرة يعني، بحركة رجلها دي. فالجامبو الجوتيه بيحب يعمل رياكشنات كده شو يا جماعة. فشكل الإزازة مغري شوية، ملفت شوية، ان هو ده ممكن يكون حاجة من الحاجات اللي احنا كعرايس بندور عليها دايما. انا دايما مثلا بسمع تعليقات كده من بنات، ايه ده، هي دي سكاندال اللي احنا معمول عليها ضجة ومعمول عليها كلام كتير ومش حاسينها انها تستاهل كل ده. بس انا حابه ان انا اقول لكم الجامبو الجوتيه سكاندال فيها اصدارات كتيره جدا، يعني نزل منها اصدارات كتيره. في منها مؤخرا اخر اصدار نزل اعتقد هو نزل مصري، يعني في ناس جربته بتقول خرافي خرافي. لكن انا بالنسبه لي اول اصدار ده اللي انا ما حسيتوش تماما، يعني مش عارفه النوتة فيه مش واضحه يا جماعه خالص، مش حاساها. ولكن سكاندال بايونايت عجبني. سكاندال جولد اللي انا بعمل الريفيو بتاعها دلوقتي، لا حسيت انها عجبتني. ولكن احنا بقى عايزين نشم الازازة، ريحة الازازة العبقرية دي، ونشوف محتواها ايه. خليكم معايا. لا بجد يا جماعة، لا حلوة 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 بطريقة مبهرة، يعني نوتة العسل فيها حلوة قوي مع الأخشاب. أعتقد هنا الأخشاب مش نوع واحد، لكن في أنواع. لا الميكس هنا فعلا قنبلة قنبلة بالنسبة برضو لثباتها فظيعة جدا جدا جدا. ثبات السنين، فوحان السنين، يعني برضو مش بنصح بيها ان هو يتخرج بيها لان هي فعلا ملفتة جدا. النوتة بتاعتها يا جماعة فعلا ملفتة، العسل وبعدين هي فروتي كمان فيها، يعني الفروتي مع العسل مع الأخشاب عاملين ميكس خرافي خرافي بجد بجد يا جماعة، حاجة كده وهمية. واخيرا يا جماعة وليس اخرا، السكندال اللي كان معظمكم متخبط في حلاوتها وجمالها. زي ما قلت لكم، يعني السكندال في منها اصدارات كتير. انا عجبني السو سكندال، عجبني سكندال باي نايت زي ما قلت لكم، عجبني بقى دي الجولد سكندال جولد. وانا طبعا بنصح بيها جدا. انتوا عارفين انا لما بيبقى فيه برفان مش عاجبني والاقي ناس تانية بيطلعوا يمدحوا فيه، لا انا شخصيا مش بيفرق بقى معايا موضوع ان انا
اطلع اقول كل حاجة واو وتحفة وتجنن وسكسي يا بنات جدا وتنفع، وده السؤال اللي انتوا دايما بتقعدوا تسألوه كتير جدا جدا جدا. انا طبعا في النقطة دي احب اقول لكم يعني ان ذوق كل واحد بيختلف من حد لحد. يعني انا بحب حاجة فروتي، غيري بيحب الشجري، غيري بيحب الاعواد. ولكن من الحاجات اللي ممكن كلنا نتفق عليها برضو لازم يعني تجربوها في الأول. يعني أنا شايفة إن الاسكندال مش آمنة، يعني إن احنا نشتريها يا جماعة بلايند باي خالص. لازم ننزل أي ستور قريبة مننا ونشمها، لأن هي من الحاجات القوية جدا 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 يعني. بس هي عجبتني قوي يعني. لا بجد يعني ما تتفوتش. وبعدين انا طبعا قلت ان شاء الله لا لازم اجرب سكندال باي نايت. لازم اجيب بقى ان شاء الله سو سكندال، لان هما بيقولوا عليها اشعار يعني. لكن ديت بجد اللي حققت المعادلة الصعبة وسط كل اصدارات سكندال. عشان خاطر التوازن اللي معمول، يعني كل حاجة معمولة بالمسطرة، كل حاجة معمولة بالميزان كده زي ما بيقولوا. لو حاجة زادت عن حاجة، يعني لو نسبة العسل فيها مثلا زاد على الأخشاب هتبقى طاغية قوي، اوفر دوز كده. لا مش هنا خالص الكلام ده. أنا شايفة إن هنا الموضوع فيه توازن جدا جدا بين الأخشاب، بين الفروتس، بين العسل. الموضوع يا جماعة فعلا ممكن يكون الجولد ده جاي من إن هي فعلا تستحق لقب الجولد بين كل الإديشنز من الاسكندال. وحقيقي بقى الجامبو الجوتيه كالعادة، لان انا معروف ان انا مدمنة ومهووسة الجامبو الجوتيه. فيا جماعة بجد 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 سيبوكوا من ان في اول اصدار من الاسكندال مش حلو وانتوا قلتوا ان معمول عليه ضجة على الفاضي. لا، في اصدارات كتيرة جدا من الاسكندال فعلا تستحق التجربة، خصوصا بقى الاديشن ده من الاسكندال. فعلا 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 تحفة 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 فنية. يعني اتمنى تجربوه، لان انا من الناس اللي بتحب نوتة او النوتس اللي بتجمع بين الاخشاب بقى والفروتس والعسل. حقيقي يعني هنا حققت زي ما قلت لكم المعادلة الصعبة دي. اتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم، وقابلكم في فيديو جديد وريفيو جديد في عالم ياسمين. باي باي.